سلامات. الإشاعات ما بتنتهي، كل يوم في إشاعة شكل، وآخرها هي قضية إنه امبارح نحن خسرنا الجولان أو راح الجولان، شيء له علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية والجولان. طبعا بعض الناس تنشر هي الإشاعات، يعني أعداء هن بينشروها يعني بقصد إضلال الناس. بنسميه نحن هي الحروب الإعلامية أو يعني مس انفورميشن وديس انفورميشن. وفي ناس لا، يعني بيصير في عندها فعلا تشويش يعني الامر تختلط عليها الصوره. فخليني اوضح بشكل سريع جدا. الجولان بسنه 2019 بعهد ترامب الاول، ما زلت اذكر ذلك اليوم بشكل جيد. طبعا يوم مؤسف كان، يوم 25 يوم 25 3 يوم 25/3/2019 خرج الرئيس الامريكي ترامب بعهده الاول و يعني وقع اعلان رئاسي، تمام، يقر فيه باعتراف الولايات المتحده الامريكيه بضم اسرائيل للجولان، تمام. هلا طبعا هذا الكلام كيف جرى؟ هو يعني يقول بانه نادى لسفيره باسرائيل وقتها اسمه ديفيد فريدمان، نادى له وقال له تعال شوف احكي لي عن الجولان، ما عنده فكره عنها يعني. فحكى له ديفيد فريدمان يعني عن الجولان، قال له يعني طب اذا انتم يعني اسرائيل بحاجتها للدفاع، يعني انه هي طبعا مثل ما بتعرفوا مرتفعات ومهمه وفيها مي بتغذي نهر الاردن وكذا، اوكي انه اسرائيل محتاجتها. حكى له ديفيد فريدمان، طبعا ديفيد فريدمان كان سفير الولايات المتحده الامريكيه باسرائيل، ولكن هو ايضا ناشط من اجل اسرائيل. ف يعني اوكي يعني وقع باعتراف الولايات المتحده الامريكيه بضم اسرائيل للجولان. الجولان مثل ما بتعرفوا هي ارض سوريه، وبسنه 67 خسرناها يعني سوريا خسرتها بحرب 67. وبسنه 81 اسرائيل ضمتها بشكل كامل، يعني وقتها الكنيسه تعمل قانون اسمه قانون الجولان على ما اذكر، او قانون مرتفعات الجولان، يعني شيء من هذا القبيل، وضمها وقال انه يعني سوريا هي دوله عدوه، وبما انه دوله عدوه وفي ضرورات امنيه وهي منطقه جغرافيه هامه، اذا خلاص نحن بنضمها يعني. طبعا بنفس السنه مجلس الامن اصدر قانون يعني يقول انه هذا الكلام نال فويد، يعني بمعنى انه هذا باطل وملغي، يعني هذا الكلام ليس له قيمه، ولم يعترف احد بانه يعني بضم اسرائيل للجولان حتى سنه 2019 وقت ترامب يعني اعلن هذا الشيء. هلا الشيء المهم اللي لازم اقوله، قضيه اعلان ترامب في 2019 لا تعني بانه الارض صارت اسرائيليه، لانه هو الارض لا يملكها فلا يحق له انه ينقلها، وقضيه اعترافه بضم اسرائيل الى هذا شيء دبلوماسي، بمعنى انه يعترف امريكيا بهذا الضم الاسرائيلي، ولكن هذا ليس له لهذا الكلام يعني اعتراف امريكي فقط، وليس له اي صفه قانونيه، ومعظم الدول لا تعترف بذلك. فهو ما صار شيء هذا الاسبوع جديد له علاقه بالجولان. اللي صار بانه نحن هذا الاسبوع في الولايات المتحده الامريكيه في عنا عيد الهانوكا او الحانوكا او العيد الانوار اليهودي، فعمل ترامب حفله يعني او حفل استقبال في البيت الابيض بهذه المناسبه، وذكر يعني طبعا بيتحدث مع الجاليه اليهوديه وكذا، وقال يعني 60-70 سنه ما حدا حسن يساوي هذا الشيء، وانا استطعت اني انا افعله، وانا وقعت، وانا اعطيتكم يعني للاسرائيليين يقصد، انا اعطيتكم الجولان. تمام. فهذا اللي صار. فاذا ما في اي اجراء امريكي جديد اتخذ، اللي صار بسنه 2019، ما في اي شيء جديد صار في هذا الاسبوع. اللي عم اقول هذا الكلام يعني من باب ترويج الاشاعات لاهداف الله بيعلم شو هي، وانا حبيت بس اوضح انه ما في اي شيء جديد جرى هذا الاسبوع امريكيا له علاقه بالجولان، باستثناء الكلمات اللي قال الرئيس عن شيء عم يستذكره من سنه 2019 وعم يخاطب جاليه معينه، ومثل عم يذكرها بفضله، وعم يذكر الاسرائيليين بفضله عليهم، وعم يقول لهم انا عملت هذا الشيء 60-70 سنه ما حدا غيري عمله. بس ما في اي قرار جديد بالنسبه لقضيه الجولان صدر هذا الاسبوع، حبينا نوضح نفسنا.